سلام ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المعرفي الذي يجمعنا تحت سقف الفكر والتأمل في إطار فعاليات نادي الكتاب الشهري لبيت الثقافة والفنون بواشنطن دي سي. هذا الفضاء الثقافي الذي يسعى إلى خلق حوار حي بين القارئ والنص وبين التجربة الفردية والرؤية الجماعية من خلال لقاءات معرفية. نلتقي اليوم لمناقشة كتاب الذاكرة في الفلسفة والأدب للفيلسوفة البريطانية ميري وورنوك، وترجمة عبد الغفار مكاوي، في جلسة لا تقتصر على مناقشة محتوى فلسفي وأدبي فحسب، بل تتجاوز ذلك نحو مساءلة مفاهيم الهوية والزمن والتجربة الإنسانية. ميري وورنوك فيلسوفة بريطانية بارزة، ولدت عام 24 900 وألف وتوفيت سنة 2019. تميزت بإسهاماتها العميقة في الفلسفة والأدب. اشتهرت بأسلوبها التأملي الواضح القائم على الحوار بين المفاهيم النظرية والتجربة الإنسانية. شغلت عدة مناصب أكاديمية، وكانت عضوا في مجلس اللوردات البريطاني، وترأست لجانا أخلاقية حول قضايا حساسة كالتخصيب الصناعي. وترجم الكتاب إلى اللغة العربية من طرف الأستاذ عبد الغفار مكاوي، وهو مفكر ومترجم وأستاذ جامعي مصري. أرحب بضيوف بيت الثقافة والفنون في نادي الكتاب. معنا الدكتورة هدى عيد من لبنان، روائية وقاصة وأستاذة في النقد الأدبي. الأستاذ أمجد توفيق من العراق، وهو كاتب وقاص وروائي. والدكتور قاسم المحبشي من اليمن، أستاذ فلسفة والتاريخ، أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة. ومعكم سهيلة بورس، كاتبة ومديرة بيت الثقافة والفنون. أبدأ مع الدكتورة هدى عيد. عندما نقول الذاكرة، أنا أتذكر، ماذا نعني بذلك؟ يعني موضوع الذاكرة هي موضوع إشكالية ودائما مطروحة للنقاش، وسبق لكثير من الفلاسفة أن طرحوا هذه الإشكالية وتحدثوا عن تقاطعات الإنتاجات الفكرية والإنتاجات الأدبية عبر هذه الذاكرة. وبالتالي لا يمكن لنا نحن كبشر إلا أن نكون ما تقدمه لنا ذاكرتنا. واقعا هذه الذاكرة هي التي تحدد وجودنا، فما أصعب أن نكون في الحياة بدون ذاكرة وبدون تواشجات مع المجتمع الذي نحيا فيه. فعبر هذه الذاكرة نحن ندرك أنفسنا، ندرك علاقاتنا بالآخرين، ندرك علاقتنا بمعرفتنا بماضينا، بحاضرنا، بمستقبلنا. فهي بمثابة الجسر الذي نعبر عليه في حيواتنا. وبالتالي هذه الذاكرة الفردية في تقاطعاتها مع الذاكرة الجماعية تشكل إلى حد كبير الهوية الفردية والهوية الجماعية لأي جماعة من الجماعات. إذا ما أردت أن نعود إلى الكتاب وما طرحته ماري ويرنوك في هذا الكتاب، ثمة الكثير من الأفكار العميقة التي تم طرحها في الكتاب. وأنا أعتقد أن من يعني المنطقي أن أتناول ما طرحته بخصوص الأدب، وتحديدا ثلاثة أنواع في الأدب تجلت فيها مسألة الذاكرة. وبالتالي
يمكن أن نتحدث في هذه التجليات عن مجموعة من الأدباء والشعراء الذين كانت لهم إسهاماتهم أتت على ذكرهم ماري ويرنر، وبالتالي حاولت أن تستنبج من خلال أعمالهم الأدبية وما صرحوا به كيفية توظيفهم لعنصر الذاكرة في إنتاجاتهم الأدبية. في اعتقادك دكتورة، خليني أبقى في هذه النقطة، هل يمكن القول إن الأدب يمنح الذاكرة بعدا وجوديا يتجاوز المعالجة المفهومية للفلاسفة؟ أنا أعتقد أن الأدب هو، إذا أردنا أن نكون دقيقين، هو الحقيبة التي يتم فيها تهريب التاريخ. فكيف يكتب عادة التاريخ بالنسبة للشعوب وللمجتمعات؟ ترعاه الجهات الرسمية في غالب الأحيان، ولذلك التاريخ يكتب ملتبسا. أما الأدب بعلاقته الفردية وبعلاقته بوجدان الأديب، يستطيع نبش الذاكرة الفردية المتقاطعة مع الذاكرة الجمعية، وبإمكانه أن يعطينا من خلال هذا التوظيف صورة أخرى للحضور الإنساني في حقبة من حقب التاريخ. وها هنا تتجلى أهمية الذاكرة وما تقدمه من صور وما تقدمه من معطيات تغيب في غالب الأحيان في كتب التاريخ الأخرى. كفكرة، دكتور قاسم، كفكرة عامة أولية، آه، ماذا تعني الذاكرة في الفلسفة؟ أسعد الله مساكم. شكرا جزيلا دكتورة سهيلة، وأشكر المنتدى بيت الثقافة والأدب والحضور الكريم والسيدات والسادة. طبعا الذاكرة تعني كل فرد إنساني. بالنسبة لي هي تعنيني قبل أن تعني الدكتورة هيلين ماري الإنجليزية، وقرأتها طبعا وأنا متخصص في جامبول سارتر، وجود الماهية عند جامبول سارتر، ووجدتها هي الإنجليزية الوحيدة اللي اهتمت بسارتر والخيال والانفعال. الذاكرة بالنسبة لي تعني الحياة. يعني الذاكرة، لاحظت أنه لا وجود التاريخ بدون ذاكرة. الذاكرة لها مجموعة من الوظائف، وظيفة حياتية بيولوجية. إذا لم يكن عند الحيوانات ذاكرة ستهلك. يعني ستمر مرة أخرى في طريق السيل، يعني ستمر مرة أخرى في الهاوية، ستلقي نفسها مرة أخرى في الأماكن الخطرة جدا. الذاكرة كانت فيما مضى، يعني في الزمن البيولوجي القديم جدا، الذاكرة البدائية الفجة الحسية، يعني البيولوجية، يعني يشترك فيها الإنسان والحيوان. يعني طبعا الحيوانات لها ذاكرة. لو إذا لم يوجد للحيوانات ذاكرة، لما هاجرت الطيور مثلا آلاف الكيلومترات، مثلا لما عادت مثلا أسماك السلمون إلى حيث ولدت؟ يعني في ذاكرة عند الحيوان والإنسان. هذه الذاكرة الأولية، ذاكرة الحياة، اللي بدونها يستحيل أن يعيش الكائن. لكن ما مشكلة الإنسان مع الذاكرة؟ هي اللغة. طبعا اللغة أو ترميز الذاكرة في الذاكرة الإنسان ارتقى عن الحيوان، وصارت الذاكرة تعليمية، صارت تمنحه الهوية. يعني الإنسان بدون اسم، مثلا الإنسان إذا لم يكن إلى درجة هكذا أقول تلاميذي أو طلابي، يعني ما الأهم، الاسم أم الجسم؟ الاسم هو ذاكرة الإنسان. أحدهم طبعا عالم نفس فرنسي اسمه لاكان، جاك لاكان، تحدث عن المرحلة المراوية، المرآة. يعني يمر فيها كل طفل، يعني من السادسة، من الشهر السادس يعني في الطفولة حتى الثامنة عشر، حينما يرى الطفل نفسه بالمرآة لأول مرة. يعني اللي احنا نلاحظ أطفالنا يفرح، يعني يشوف ذاته كأنه جسد واحد، يعني يبدأ يعي الذات، الأنا، الاسم. لكن الإنسان بدون اسم لا يستطيع أن يعرف نفسه. لهذا السبب الذاكرة هي أولا استمرار الكائن الإنساني من الماضي إلى الحاضر. الذاكرة هي حضور الغياب، كما أدهشت الفلاسفة
كيف ممكن للغياب أن يكون حاضر؟ طبعا الذاكرة دائما حاضر. يعني نعم. في فلسفة التاريخ عند مثلا لوكاتش الإيطالي يقول إنه التاريخ دائما حاضر. يعني الذاكرة تعيد صناعة الماضي. الذاكرة لا تستعيد الماضي استعادة ميكانيكية، تعيد خلق الماضي. الذاكرة أيضا لها وظيفة علاجية في علاج ما بعد الصدمة. الناس يتذكروا المآسي والحروب، ثم يعني يتصالحوا حينما يفتحوا الذاكرة. الذاكرة ممكن في علم النفس كما نعرف عند فرويد، يعني هي أيضا لها سمة علاجية. الذاكرة كما قالت الأستاذة هدى أيضا وظيفة إبداعية، تعيد خلق العالم، تعيد خلق المعنى. يعني في السرد كما تحدث الفرنسي بول ريكور مثلا في كتابه المهم جدا، هو أهم كتاب في الذاكرة والتاريخ والنسيان. وأيضا كتاب مهم جدا في مدرسة التاريخ الجديد، جاك لوكوف عنده كتاب اسمه تاريخ الذاكرة. يعني الفرق بين التاريخ والذاكرة مثلا نحن، انه التاريخ وثائقي، التاريخ خارجي، التاريخ موضوعي، التاريخ محايد، بينما الذاكرة داخلية. الذاكرة داخلية ورومانسية وعاطفية، وطبعا تصنع الهوية الجمعية والهوية الفردية. هي من صناعة الذاكرة. بدون أن يتذكر الإنسان ذاته لا يستطيع أن يعرفها، لا يستطيع أن يعرفها. طبعا الفلاسفة كما من أيام من أفلاطون وأنت طالعة مثلا أرسطو إلى هذه اللحظة، أدهشتهم. طبعا أدهشتهم موضوع الذاكرة. كيف ممكن للإنسان أن يتذكر؟ يرى أفلاطون أن المعرفة تذكر، أن النفس كانت في العالم المثل ثم حلت في الجسد وتذكرت ما رأته في الماضي. و طبعا الذاكرة الآن في زمن في زمن الذاكرة الرقمية أو التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي، صارت الذاكرة الآن يعني مهمة جدا، وامتداد للذاكرة الإنسان الطبيعية، ولكنها فعالة أكثر وخطية. ذاكرة الإنسان، طبعا ذاكرة الإنسان ازدهرت في الزمن الثقافة الشفهية كما تعرفي. في نظرية أعتقد صاحبها اسمه والتر وونج، عنده نظرية الشفهية والكتابية. في الثقافة الشفهية تزدهر الثقافة، تزدهر الذاكرة. يعني تلاحظي الثقافات الشفهية دائما هي سجعية، هي شعرية، هي يعني حكم وأمثال، الصيغ القابلة للحفظ. لهذا السبب ما تزدهر في الثقافات الشفهية الفلسفة. يعني مثلا الثقافة العربية الإسلامية الثقافة الشفهية، يعني الناس يحفظوا القرآن، يعني في التشابه كثير جدا مثلا في الآيات، في السجع، في تشابه مع الشعر مثلا. يحفظوا الشعر ديوان العرب، لكن ما عندش نصوص. طبعا الذاكرة لا تستطيع أن تحفظ نص علمي، نصوص علمية مثلا في الفيزياء والكيمياء والأحياء أو في الفلسفة. الذاكرة هي تنمط يعني لا تستطيع أن تحفظ إلا الأشياء المنمطة السجعية القابلة للحفظ، كما هو نعرف الشعر نعم. والأمثال وما إلى ذلك. نعم. نعم دكتور قاسم، شكرا. أستاذ أمجد، تطرح الكاتبة جزئية مركزية في كتابها، آه، يعني حيث أنها تشرح أنه التذكر لا يعيد الحدث كما وقع، مم. بل يعيد بناء صورة خاصة عنه تتوسط بين التخيل والواقع. ذاكرة بالنسبة لها لا تقدم الواقع بل صورة متخيلة. ويمكن هذا ما يحدث في النصوص الأدبية. يعني الإنسان عندما يكتب قصة قصيرة أو يكتب رواية يسترجع ما يعرفه، ولكن يدمجه بالكثير من الخيال. تفضل. شكرا جزيلا لحضرتك وللضيوف وللمستمعين جميعا. واقع الحال، طبيعة الاهتمام الفلسفي بالأشياء، يعني هناك بديهيات لا أحد يستطيع أن يقلل من أهمية الذاكرة. وحين البحث الفلسفي في هذا الموضوع والتغلغل في أعماقه تنفتح مجموعة كبيرة من الأسئلة
حول فهم الذاكرة، كيف نتذكر، لماذا نتذكر، صور هذه الذاكرة. ما ما طرحه الفلاسفة من فهم، مع الزمن يبدأ يتغير هذا الفهم، وأحيانا يتناقض من تعريف الذاكرة إلى صور موجودة وكأنه هي في مخزن أو مستودع، إلى فهم يتعلق بالوعي والمعرفة والاستمرارية والهوية الشخصية وإلى آخره من هذا الفهم المتقدم. لاحظت أن الفيلسوفة ميري وورنوك كانت حقيقة متواضعة جدا وحريصة جدا في طرح كافة الأسئلة وجهود من سبقها من الفلاسفة، بحيث بطريقة أنه أصبح الجزء الغالب لهذا الكتاب يتعلق بالفهم الفلسفي لموضوعة الذاكرة، رغم أنه هو يحمل موضوع الذاكرة بين الفلسفة والأدب. الجانب الأدبي كان أضعف من الجانب الأول، ربما هذا يتعلق بطبيعة اهتمام الكاتبة وجهدها الكبير والمتميز في إلقاء أضواء، زائدا استعراض ما سبقها من جهود ومقاطعة هذه الآراء للوصول إلى إقناع. في تقديري أن الجهد الأساسي لأي عمل جدي ينفتح على المستقبل بمقدار ما يثيره من فهم وأسئلة ونظريات. يعني دائما نقول أن الأسئلة تبقى شابة والأجوبة سرعان ما تتغير وتشيخ، رغم أن السؤال أمرا يسبق الإجابة. أي سؤال هو طبيعيا أن يسبق الإجابة، ولكن الإجابات تتغير فيبقى السؤال شابا والإجابات متغيرة. وربما الفيلسوفة بحثت في هذا الجانب من خلال تقاطع آراء الكثير من الفلاسفة. فيما يتعلق بالذاكرة والمخيلة، واقع الحال ماكو كتاب، يعني خاصة في الجانب الإبداعي من قصة ورواية، لا توجد رواية في العالم في تقديري الشخصي، قد أكون مخطئا، ولكن لا توجد رواية لا تعتمد على الذاكرة. كل عمليات السرد وبناء السرد ونظريات السرد وبنية البنية السردية تعتمد على زمن ومكان وحركة وفعل، وبالتالي الذاكرة تنشط في مجموع هذه العوامل بطريقة واضحة. تبقى مفهوم كيف استفادت المؤلفة من جهود المبدعين اللي ذكرتهم من الشعراء، زائدا رواية بروست الشهيرة ناولتها. حقيقة كان طبيعة الاستفادة معنية ومقصودة. شعرت بطريقة أو بأخرى أنه هي تختار بعض المقاطع من القصائد أو من الرواية اللي تأكد طبيعة الفهم اللي بيها إشارات تتعلق بالذاكرة أو طبيعة الذاكرة أو لماذا تذكرت، مثل على سبيل المثال طريقة استفادتها من ناتالي ساروت في كتابها انفعالات، كيف تذكرت، حتى تعطي نوع من المصداقية لطبيعة الآراء اللي ناقشتها فلسفيا. هناك كما أفهم اختلاف أنه الأديب أو المبدع قد يستفيد، أكيد يستفيد كثيرا من الفلسفة، وقد يتضمن إبداع الكثير من الآراء الفلسفية والنظرة الفلسفية، ولكنه ليس فيلسوفا. وقد تكون الذاكرة وسيلته لتناول مسائل تاريخية، ولكن المبدع أيضا، وهذا ليس ردا على الدكتورة هدى، أنه الأديب ليس مؤرخا. طبيعة عمل المؤرخين تعتمد على وثائق ودقة وتقاطع معلومات. الروائي عندما يتحدث هو غير مطالب بوثيقة أو بفهم معين، يتحدث عن ذاكرته الشخصية أو الذاكرة الجمعية، وممكن أن تكون هناك الكثير من الآراء واقع الحال يرفضها وربما يقدم فهما جديدا. نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك قسم كبير من المبدعين والروائيين بشكل خاص
يميلون إلى استلهام حوادث تاريخية مضت عليها مئات السنين أو آلاف السنين مضت عليها. طبيعة استخدام هؤلاء المبدعين للقضايا التاريخية حقيقة هي في كل الأحوال هي مطعونة بعدم الدقة، ولكن نحن نتعامل معها كجهد إبداعي، كجهد إبداعي محمل بقيم جمالية، وهذه القيم الجمالية هي المسؤولة أولا وأخيرا في إشادة علاقة تلقي بين الكاتب وبين جمهوره، بين المتلقين. فيما يتعلق أيضا المخيلة حرة. الذاكرة عندما نكون مخلصين لذاكرتنا فالذاكرة تقيد. هناك قيد فيما يتعلق بالذاكرة، والكاتبة في كتابها حقيقة أشارت إلى هذا الجانب. أما المخيلة شيء مفتوح، لأنه ما مطالب الإنسان عندما تذكر أو محاولة الاستفادة من أي حادثة معينة ممكن يستفيد ويركب عليها مجموعة حوادث أخرى هي لم تحدث في الواقع، ولكن المخيلة منحت المبدع هذا الحق في الكتابة. والأدباء بشكل عام، يعني احنا أحيانا نجمل المفردات بطبيعتهم. إذا كان أكو كلمة ربما تكون قاسية، طبيعة الأدباء يكذبون. فمن الممكن أن نضيف أحلامنا إلى تجاربنا وإلى قصصنا وإلى ذاكرتنا، ومن الممكن أن نضيف ذاكرة الآخرين أو حوادثهم إلى تجاربنا الشخصية. هذا كله يؤكد الفرق، لأن ما المطلوب من المبدع أن يكون مسجل لذاكرة، لأنه حقيقة طبيعة الإبداع وعلاقته بالذاكرة، الإبداع يمنح الذاكرة القدرة على تحويل ما هو خاص إلى قيمة عامة. وهذا المفهوم بالذات أيضا ذكرته الفيلسوفة ماري ورنوك بوضوح. فالأدب هو اللي يمنح القضية الخاصة، يمنحها بعد عام وبعد قيمة. هذه القيمة العامة هو اللي ما يشد المستمعين أو المتلقين لإبداعه. وطبيعة أعتقد نعم بس عندي نقطة، اسمح لي أقاطعك هنا أستاذ أمجد. العفو. أعتقد أنه ليس فقط الأدب ما يقوم بذلك، يعني كل الفنون. أنت لو تزود أي فن من الفنون بأي شيء حيكون لك منه رموز جديدة. وأعتقد أنه حتى الكاتبة رونق تشكك في مفهوم الذاكرة الحقيقية. لا توجد ذاكرة حقيقية، لأنه كل ما نصطدم بفكرة أو بشيء نحاول أن نضيف إليه أفكار ومميزات. يمكن طبيعة الإنسان أنه لا يقتنع بفكرة واحدة جامدة، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقه لابد أن يبدع لأنه بشر. أيضا في فكرة تطرق إليها الدكتور قاسم وهي مهمة جدا جدا، الذاكرة عند الحيوانات. لكني أنا هنا أطرح، هل الذاكرة عندها علاقة بالوعي؟ لأنه بيت الثقافة والفنون ناقش في السابق كتاب الوعي، وذكرنا أنه حتى النباتات عندها وعي. لكن الآن هل الذاكرة لديها علاقة بالوعي؟ سهيلة، أولا فيما يتعلق بالاستفادة بقية الفنون أنا موافق، ولكن بشكل خاص الذاكرة تتجلى في موضوع السرد أكثر من غيرها، يعني أكثر من الموسيقى أو الفنون التشكيلية أو بقية الفنون. السرد بشكل خاص يعبر عنها بشكل أدق وبشكل كبير. فيما يتعلق بموضوع ذاكرة الحيوانات، نعم أنا أتفق مع الدكتور قاسم. الحيوانات تتذكر، وأنا في إحدى رواياتي أتذكر قصة الحيوان اللي يحاول عندما يجرح جرح كبير أو يشعر بأنه الموت قد اقترب منه يحاول أن يعود إلى الأرض الأولى
التي ولد عليها. طبيعة الذاكرة احنا ما نقدر ننفيها على الإطلاق من وجودها في بعض الحيوانات على اختلاف تدرجاتهم وحجم هذه الذاكرة، ولكن من المؤكد أنه طبيعة الذاكرة اللي تمتلكها الحيوانات هي مختلفة عن ذاكرة البشر. ذاكرة البشر هي مجموعة من العمليات المعقدة والمتداخلة وفيها أبعاد أحيانا حتى تكون متناقضة. ربما هذا الجانب المركب والمعقد ما موجود عند الحيوانات، بالاعتبار ربما هو تجي ذكرياته مرتبطة بطريقة أو بأخرى بنوع من الوعي الغريزي إن صحت التسمية بالوعي، ولذلك نعم تتذكر هذه الحيوانات، ولكن طبيعة تذكرها مختلفة تماما على الإنسان. وطبيعي أيضا أتفق مع حضرتك أنه في الكتابة الإبداعية لا، هو ليست عملية تسجيل لوقائع أو لذكريات معينة، سواء مر بها المبدع نفسه أو استفاد من ذكريات آخرين أو استمع إليها. هذه العملية عملية معقدة تدخل بها أمور كثيرة وتفعل المخيلة فعلا، زائدا قدرة ووعي الكاتب وإمكانيته اللغوية. هنا أكو جانب كلش مهم وأشارت إلها أيضا ورنوك فيما يتعلق باللغة. اللغات في العالم كلها هي تأتي تنطلق من جذر اعتباطي. اللغة هي مجموعة رموز تحاول أن نتحدث بها حتى تدل على أشياء. هي ليست الأشياء نفسها، هي رموز تدل على هذه الأشياء. عملية التعامل مع اللغة إن لم نكن على درجة حساسية عالية من المفردة وتعالقاته في بناء الجملة وتعالق الجملة في العبارة، من الممكن أن ندخل إلى فهم وإلى مدلولات قد تكون مختلفة حتى عن القصد الأولي. ولذلك ربما هي ترتبط بمجموعة من تطورات نظرية السرد اللي تحاول أيضا حتى في بعضها على طريقة جاك دريدا محاولة فصل المؤلف عن النص اللي يكتبه في نظرية موت المؤلف إلى آخره. فبالتالي رولان بارتس. نعم رولان أو التفكيكية مع جاك دريدا. نعم. نعم. هو الكاتبة ميري وورنوك في الحقيقة لا تقترح إجابات نهائية، لا توجد إجابات نهائية عندها، بل تحرك وعينا نحو تعقيد التجربة تذكرية بوصفها لحظة مركبة. وفعلا يعني كل شيء مركب في تذكرنا. يعني مثلا تجربة أنه إنسان يسافر إلى مكان أول مرة ويشعر أنه مثلا مر على هذا المكان أو التقى هذا الإنسان أو أكل هذا الأكلة، وحدثت لي بشكل شخصي. يعني أنا أذكر أشياء حدثت معي غريبة جدا. ف لا إرادي. نعم نعم. لا إرادي. الذاكرة عند ميري وورنوك ليست خزانا للماضي، بل هي معملا نشطا لإنتاج الحاضر كما نعيشه ونتأمله ونكتبه. أيضا أعتقد أنه وورنوك تقدم فكرة معقدة تصفها على أساس أنه الإنسان يحتفظ بأرشيف ثقيل في ذهنه، وبالنسبة لها هو عبارة عن هذا الأرشيف أو العقل الإنسان عبارة عن آلية دينامية للوعي تبنى عليها الذات المفكرة. خليني أطرح سؤال الآن على الدكتورة هدى عيد. دكتورة هدى، في رأيك ما الفرق اللي تقصده وورنوك في كتابها، الفرق بين الوعي القصدي والوعي التقريري في سياق استحضار الذكريات؟
وأنك تتحدث عما أسمته الذاكرة الواعية، وهذه الذاكرة ترتبط إلى حد كبير بالتفاصيل الآني والحاضر وبفعل التعلم. وبالتالي حين يصرف الإنسان إلى تذكر بعض تفاصيل الحوادث التي تقع معه، يفيد من هذه الذاكرة ويعمد إلى ملاحقة التفاصيل، بينما تشير من ناحية أخرى إلى ما أسمته الذاكرة اللاواعية. وهذه الذاكرة هي التي تمثل ما يشبه الخزان الذي لا يشعر به الإنسان، إنما يستقر في أعمق أعماقه. وبالتالي هذه الذاكرة تستوعب الكثير من المعطيات والصور التي تركض عميقا في وجدان الإنسان وفي ذاكرته. ومن هذه الذاكرة اللاواعية هي تعتقد أنه الفنان، وتحديدا إذا كان شاعرا أو أديبا، يفيد ويفيد من الصور ومن هذه المعطيات ليعود ويسربها إلى أعماله الأدبية دون ما وعي منه. ولذلك سنجد أنه الإنسان حتى العادي قد يشعر بهذه المخزونات، لكنه لا يستطيع أن ينقلها إلى الآخر. أما الأديب الشاعر والكاتب فيحاول أن يتجاوز حاجز إذا بدك التذكر، ويحاول أن يعكس هذه المعطيات. وبالتالي يعنيه كثيرا أن يتمكن من إثارة إحساسه بالفرح، إثارة إحساسه بالمتعة، وهو يتذكر ويتقاطع مع الآخرين في إنتاج هذه المخزونات. وهذا طبعا ما يمنح القيمة الفنية عبورة وقدرتها على التواصل واتخاذ المنحى الإنساني والاستمرار في الحاضر من خلال التواصل مع الماضي. دكتور قاسم، كيف يمكن لتعدد مقاربات الذاكرة بين سارتر وهوسرل وبيرجسون أن يثري فهمنا للذاكرة بوصفها أداة وجودية لا معرفية فقط؟ وهل تمثل الذاكرة فعلا قدرة عقلية مستقلة، أم أنها تتشكل بالضرورة في بنية إدراكية تجريبية خاضعة ربما لسلطة اللغة والثقافة؟ ولا يجب أيضا التركيز على ذلك، لأنه الإنسان الغير مثقف والإنسان الأمي مثلا تكون معه الذاكرة، كيف يستطيع أن يستغل الخيال ويستغل ترويجه في لهجته أو لغته أو تعامله اليومي؟ تفضل دكتور. شكرا. طبعا الدكتورة، سؤال مهم جدا دكتورة سهيلة. والفيلسوفة البريطانية هيلين ماري أوروك هي أصلا وجودية تحليلية. هي كتبت فلسفة الوجود عند سارتر، كتبت أخلاقيات الوجود، كتبت كتاب الخيال، كتبت كتاب الانفعالات. يعني تأثرت بالوجودية. هي أخذت فكرة سارتر عن الوجود والماهية. الوجود أسبق بالماهية. ميز سارتر بين الذاكرة بوصفها تذكر الماضي، والخيال بوصفه إبداع المستقبل. يعني الذاكرة حقيقية، ربما هي إلى حد ما حصلت في أي حدث ماضي، لكن الإبداع هو خلق جديد للمعنى. هي طبعا هي فينولوجية. طبعا تأثرت بهوسرل المنهج الوعي القصدي، أنه لا يوجد أي وعي إلا قصدي إلا بشيء ما. يعني ما فيش أي وعي كذا بالفضاء لا وجود الوعي بالعدم. كل وعي هو وعي قصدي. وهذه الفكرة أخذها جابور سارتر في كتاب الانفعالات وكتاب الخيال وكتاب الوجود والعدم. يعني
فكرة الكاتبة هيلين ماري هي ركزت على فعلا الذاكرة. طبعا عندها الكتاب هو من 6 فصول، أنا قرأته كويس مع المقدمة. عرفت الذاكرة، ماذا تعني الذاكرة، وظائف الذاكرة، وظيفة الحفظ، وظيفة الترميز، وظيفة الخلق والإبداع، ثم الذاكرة والهوية، ثم الذاكرة والسرد الأدبي، ثم الذاكرة وأيضا الذاكرة الجمعية والفردية، ثم أيضا وظائف الذاكرة الوجودية والإبداعية. من وظائف الذاكرة في الفلسفة الوجودية، وطبعا والهوسرلي هي ذكرت مجموعة من الفلاسفة منهم بيرغسون. الذاكرة عند بيرغسون فيلسوف طبعا فرنسي، فيلسوف الدفعة الحيوية. الذاكرة هي أشبه بكرة الثلج، يعني الذاكرة هي حيوية تتشكل دائما مع الذات. لكن لا تبدأ. طبعا الذاكرة هي نشاط عقلي، الذاكرة فردية خالصة، لكن اكتسبت صفة جمعية حينما فكر الناس وروا ما الذي حدث لهم. يعني الذاكرات الفردية، ذاكرة الأفراد حينما طبعا لأنها في وسط اجتماعي، آه، حينما يروها لأهاليهم تصير ذاكرة جمعية. لهذا السبب أنا أرى أنه ما فيش ذاكرة فردية محضة، ما فيش ذاكرة فردية محضة. الذاكرة دائما جماعية. لماذا؟ لأنه كل فرد إنساني، كل طفل إنساني هو حصيلة تزاوج بين كائنين فاعلين إنسانيين، ذكر وأنثى، أم والأب. الأم والأب ينتمون إلى أسرة، الأم والأب يعيشون في مجتمع، الأم والأب يعيشون يعني هما أصلا موجودين في لغة ودين وثقافة. يعني لا أحد يستطيع أن يختار أبويه مثلا أو لغته أو دينه. هذا السبب أعتقد. كما أنا استغربت كيف أقفلت هيلين ماري، أقفلت الإشارة إلى يعني ميشيل فوكو صاحب الكلمات والأشياء، صاحب تاريخ الرغبة والمعاقبة، صاحب تاريخ الجنون، صاحب تاريخ الإنسانية. أهملت أيضا الإشارة إلى جاك دريدا صاحب المنهج التفكيك، صاحب أطياف ماركس، صاحب صيدلية أفلاطون. يعني هم هؤلاء تكلموا عن الذاكرة كلام خطير جدا. يعني الذاكرة مثلا عند ميشيل فوكو ليست حرة. الإنسان ليس الناس لا يختاروا ذاكرتهم، في قوى هيمنة. هو صاحب فكرة علاقة المعرفة بالسلطة. طبعا هي هي طبعا الفيلسوفة تحدثت منذ أفلاطون الذاكرة كمعرفة، الذاكرة كخلق إبداعي، الذاكرة مثلا ذكرت كثير من الأدباء. آه، لكن الذاكرة في السياق الاجتماعي ألقتها. يعني ذاكرة، يعني هل فعلا الناس أحرار في أن يتذكروا ما يشاءون؟ ميشيل فوكو يرى انه الذاكره بوصفها جزء من الخطاب او المعرفه. يعني في قوى هيمنه تقول للناس عليكم ان يعني تعمل لهم تاريخ رسمي، يعني ما نعم. يسمح بتذكره وما يسمح بنسيانه. عليك ان طيب. تنسى. في كثير من الاشياء تم طمسها ونسيانها رسميا، وفي كثير تم ترويجها، ويعني التاريخ المنتصر كما يقال. يعني لهذا نعم. السبب الذاكرة هي جمعية وتتأثر في علاقات القوة في المجتمع. في صفحة 53 في الكتاب نعم. تشير تشير الكاتبة إلى أن الوعي بطبيعته قصدي، نعم. أي أنه يتجه دوما إلى شيء ما. صحيح. آه، لا يمكن فصله عن المحتوى الذي يعيه. ومن هذا المنطلق تصبح الذاكرة ليست مجرد عرض للماضي، بل صورة موجهة تنتمي لبنية الوعي نفسه. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه الآن: كيف يمكن للذاكرة أن تحتفظ بصفة القصدية إذا كانت تعيد بناء ما مضى لا نسخه؟ سؤال أوجهه للأستاذ أمجد توفيق. كبداية للإجابة عن هذا السؤال أتحدث بما انتهى إليه الدكتور قاسم. نعم، في كثير من الأحيان الذاكرة الإنسان ما يختارها، نعم. ولكن طبيعة وعي هذه الذاكرة والتأثر بها مختلف بين شخص وشخص آخر. على سبيل المثال،
لو اثنين شاركوا في تجربة سجن، يعني انسجنوا لتهمة محددة ساهموا بها اثنينهم وقضوا فترة محكومية معينة داخل هذا السجن، وتعرضوا إلى تجربة قد يبدو شكليا أنه هي متشابهة تماما بل متطابقة. طبيعة الذاكرة اللي تشكل إذا ذكروها بعد سنوات مختلفة بين هؤلاء الاثنين، بسبب هذه تتعلق ببنائهم النفسي، بثقافتهم، بوعيهم، بالبيئة اللي عاشوا بها، لأن كل إنسان هو حصيلة مجموعة كبيرة ومعقدة من التأثيرات اللي تنتج هذا التصور، هذا الوعي أو ذلك الوعي. فيما يتعلق بقضية الوعي والأدب، إذا افتهمت السؤال بطريقة صحيحة، كان الحديث عن الوعي المتشكل من هذا التجارب. نعم. نعم، الذاكرة تحول مفهومها من مخزن نترك به الأشياء المهملة أو خزين حتى نستعيدها وقت الحاجة، إلى صور نسحبها حتى تفيدنا في الموقف الفلاني إلى موقف الفلاني، انتهت إلى أن أصبحت بتطور وبرؤى الكثير من الفلاسفة أصبحت هوية هي اللي تمنح قدرتها على الاستمرارية. وأهم في هذا الموضوع هو ما انتهت إليه الفيلسوفة ماري وورنوك في محاولة استذكارها لكلام بروست، انه هذا الموضوع بالضبط هو محاولة انتصارها حتى للمستقبل. يعني الذاكرة هي محاولة كأنه إجراء دفاعي حتى لا يموت الماضي، وهو قدرة تحويله وأن نستمر به إلى المستقبل. لولا الذاكرة كان ماتت الأشياء الكثيرة، وبالتالي انقطع اتصالنا بما مررنا به من حوادث. ولكن الذاكرة هي اللي تمنحنا هذا الجسر للعبور إلى المستقبل. فهي هذه العملية المستمرة هي اللي تشكل وعينا وتشكل المعرفة. وفي مناقشتها أيضا لطبيعة المعرفة اللي مرتبطة بالذاكرة، تبدأ أنه تسأل مجموعة من الأسئلة، ولكن السؤال الأهم هو كيف تتحول هذه القضية إلى معرفة. الأسئلة الأخرى تبدو تتضاءل أمام سؤال يبحث بالسببية، اللي هو خصصت له فصل كامل الفيلسوفة في البحث عن السببية وربط السببية بموضوع الاستمرارية وفي عملية تشكيل الهوية، سواء الهوية الشخصية أو الهوية الجمعية. نعم. في تقديري أنه الجانب اللي على الأقل اللي يهمني شخصيا، أنا يهمني تأثير علاقة هذا الموضوع في الجانب الإبداعي. كرجل ممارس لهذه المهمة وعندي رواياتي وقصصي ومهتم بهذا الجانب، من المؤكد أي وعي جديد أو أي إنجاز أن نقرأه لنظريات الفلاسفة، أكيد في عملية تذكرنا بطريقة أو بأخرى في عملية الإبداع أكيد مساحة جديدة. وأنا أعتبر أنه مثل ما ينطينا نوع من النظرة متسعة الزاوية للحياة نفسها. يعني الكاتب أحيانا، وإحنا نلاحظ هذا في عدد كبير من الكتب والروايات، أيضا يعكس ثقافته ووعيه فيما يكتب. فكل ما تعمقت رؤية هذا الكاتب وتعمق وعيه وطريقة عمل هذا الوعي وعلاقة هذا الوعي بما يتذكره وعلاقته بالوظيفة اللي تشكل الأساس لهذا، وعلاقة هذا الوعي بشكل أهم بالقيم اللي تمنحها التجربة الخاصة حتى تتحول إلى قيمة عالية، وربط هذه العوامل بالقيم الجمالية اللي شكل جسر بينه وبين الآخرين، من المؤكد هاي راح تترك بصمة عميقة في نتاجه وتميزه عن نتاجات الآخرين.
اكو فضيلة كبيرة لهذا الكتاب حقيقة، يوسع مداركنا، على الأقل مداركي أنا الشخصية حتى أكون دقيق في كثير من الأمور اللي كنا نتناولها ونعتبرها مجرد بديهيات. هذه ما تستحق مناقشة، ولكن هاي البديهيات دخلتها ضمن إطار وعي وإطار وظيفة وإطار فهم فلسفي وفهم تاريخي، وإلى تقاطع معلومات بين مجموعة كبيرة من الفلاسفة. حقيقة جهد كبير ويستحق صحيح. التحية، نعم. وحضرتك أيضا تستحقين التحية على شكرا. اختيار هذا الكتاب حتى يكون موضوع نعم. لأمسية هذه الليلة. نعم. نعم. أشكرك أستاذ أمجد. هي في الحقيقة في جزئية مهمة جدا آه، مطروحة في الكتاب، هو أنه التذكر لا يعيد الحدث كما وقع، بل يعيد بناؤه حسب الشخص، حسب ثقافة ووعي الشخص. وبالتالي أنا بشكل خاص خرجت بفكرة عامة أنه لا توجد حقيقة في الواقع، لا التاريخ في حقيقة كاملة ولا الفلسفة حتى العلم. لكن آه، أنا أجتهد في فهم أنه الحياة لابد أن تستمر بالخيال، لأنه الخيال هو ما جعل الإنسان يتطور ويتقدم، ولولا هذا الخيال ما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه. ست سهيلة، آه نعم. إذا سمحتي لي، فيما تفضل. يتعلق بالذاكرة وعلاقتها، حتى المناهج التاريخية، أفضل المناهج التاريخية لا تقول بأننا وصلنا إلى الحقيقة، صحيح. تقول نحن استخدمنا مجموعة من المعايير وقاطعنا مجموعة كبيرة من المعلومات إلى وصول إلى الحالة ربما بين قوسين ربما تكون أقرب إلى الواقع. في مجال التذكر، مستحيل في حالة التذكر أن نعطي صورة مطابقة، الصورة هنا مجازية، صورة مطابقة لما حدث، لأنه تختلف درجة التلقي، انفعالات الإنسان، وجهة نظره، طبيعة الظروف المحاطة في وقت الحدث أو في الوقت اللي اتذكر هذا الحدث. يعني مم. في الجانبين هي مشتركة، فلا توجد. وعدنا من الشواهد التاريخية القريبة، أذكر أنه أكو حدث صار في بغداد، في وقته اكو تلفزيون واكو صور فوتوغرافية واكو تسجيلات واكو شهود احياء. مع هذا عندما حدثت مناقشة للحدث بين 26 خبير، اختلفوا جميعا رغم وجود هو حدث قريب. فكيف من الممكن أن أصدق بحدث مضى عليه 1000 سنة وما كان موجود في وقتها أشياء أنه توثق، لا أفلام لا صور فوتوغرافية أو تسجيلات؟ فطبيعي أنا أعتقد أن المخيلة والإبداع والنظرة الجديدة هي إضافة مساحة جديدة إلى حياتنا. إذا كانت أكو مساحات معروفة للوطن أو للكرة الأرضية أو للعالم، أنا أعتقد أن المبدع عليه أن يمنح أو يخلق مساحة جديدة ويزيد من هذه الأطر ويتجاوز هذه الحدود. وهذه هي القدرة الإبداعية الخلاقة. وأنا أعتقد أهم قضية تمنح ممكن أي عمل إبداعي هو الفكر اللي من الممكن أن ينتج هذا العمل. على سبيل المثال، أذكر مثال عن ربما رواية شهيرة جدا في العالم، ربما من أشهر الروايات، هي رواية الجريمة والعقاب، دستويفسكي، رواية معروفة ومشهورة في العالم أجمع. لو نجي على طبيعة الحكاية، موجود أنه البطل راسكولنيكوف يجي يقتل مرابية عجوز ويسرق ذهبها. هذا حادث بسيط، ربما أي مركز من مراكز الشرطة في حوادث أعمق
وأهم من هذا الحادث بكثير. ولكن القدرة الفذة لدستويفسكي وقدرة التحليل النفسي العميق لهذا أجبر قيصر روسيا على إعادة النظر في عقوبة الإعدام. اللي صحيح. منح الحياة واللي منح المستقبل لرواية مثل هذه هو الفكر والقدرة العقلية والفكرية الجبارة اللي امتلكها المؤلف، مو مجرد أنه هناك قصة أو أحداث للتسلية وكأنه احنا بدنا نقرأ قصة بوليسية. شكرا. أشكرك أستاذ أمجد. دكتورة هدى، في نقطة مهمة أيضا تطرقت إليها الكاتبة، وهي تتحدث في الصفحة 54 عن الملاحظات الزائفة، أو تصفه بالإدراك شبه مباشر، وهي لحظة التفكير البصري في الشيء، مثل ما مثلا يرى الإنسان كما وصفت هي في كتابها وقالت مثلا الكرسي، هو ينظر إلى الكرسي ولكن عندما يشرح لا يشرح المادة التي رآها، لكن يشرح ما يشعر به بداخله، أو هي تقول أنه هناك نظرة داخلية عند الإنسان تختلف تماما عما يراه. السؤال المطروح، آه، هل ما نسميه التذكر هو في الحقيقة نوع من الرؤية الداخلية التي تنشئ واقعا موازيا للحدث الأصلي؟ طبعا هذا كله طبعا يدخل في الخيال، ولكن هي أشارت لهذه النقطة وأريد فعلا مناقشتها. تفضل يا دكتورة هدى. بداية أنا أثني على ما تفضل به الدكتور أو الأستاذ أمجد في موضوع الفرق ما بين عملية التذكر وحضور الحدث وواقعية الحدث. واقعا ما ذكره كان دقيقا للغاية بعملية الفصل ما بين وقوع الحدث والتلقي. فوقوع الحدث يعني أو انتهاء الحدث هو بداية لفعل التغير في نفس معاينه وفي وعي المحيطين به. فهذه مسألة مهمة جدا تحيلنا على قضية أساسية، هي أن الذاكرة يعني لا تستطيع أن تعطينا كل ما نريد، لأن تختلط إلى حد كبير بعنصر المخيلة، والمخيلة حرية، بينما الذاكرة يعني تتعامل مع من قضى، وبالتالي ما دخل في حالة الجمود إلى حد ما. سؤال حضرتك تتحدثين عن عملية التذكر، هل التذكر يستطيع أن يعكس بدقة ما حدث، أم أن الفعل انتقائي؟ لا عفوا دكتورة، أنا أتحدث عن نقطة تطرقت إليها الكاتبة، بأنه الإنسان عندما يرى شيء، أي شيء أمامه، ونطلب منه أن يشرح ما رأى، هو لا يشرح ما رأى بدقة، لكنه دائما يحيط ما يراه يحيط بمعلومات ثنائية، بما وصفته الكاتبة على أنه يشرح ذلك بوعيه الداخلي مش بوعيه الخارجي. ما أنا أريد أن أصل معك إلى هذه النقطة، أن نعم. لا قراءة موضوعية 100%. كل قراءة للحدث حتى حدث التذكر لابد من إضفاء من ذات، لابد من إضفاء الصبغة الشخصية عليه. ما معنى الصبغة الشخصية والفردانية؟ أنت ترين من ذاتك، من وجدانك، وبالتالي تشترك معك في هذه الرؤية المعطيات الداخلية والوعي والذاكرة، وبالتالي لا يمكن لك أن تستعيدي أو أن تقدمي المشهد نزيها وخالصا 100%.
هذا المشهد يجب أن يقترن بمعطياتك وبما تحملينه من مخزونات. ولذلك نعم، المقدم لن يكون الصورة الخارجية التي يراها الآخرون. كلنا نرى مشهدا واحدا، سواء كان كرسيا أو طاولة أو غير ذلك من الأمور، لكن كل منا سيقدم المشهد من وجهة نظره. إذا هذا المشهد سيكون مغلفا بالرؤية الداخلية، وبالتالي ستتعدد الرؤى وتتعدد طرائق التعبير عن هذه الرؤية. في الأخير هناك تطرح يعني سؤال دقيق جدا أيضا، لو تشاركوني الرأي حول اللغة والصورة. عندما نرى شيء ونشرحه ويختلف شرحي عن شرح الدكتورة هدى، عن شرح الأستاذ أمجد، عن شرح الدكتور قاسم، وبالتالي هناك علاقة بين اللغة وبين الوعي. نعم. يعني كل هذه الصفات تشترك في الإنسان، ولكن نبقى على اختلافنا أنه إحنا نقدم فكرة مختلفة عن الشيء نفسه. يعني حتى ونحن نشرح شيء واحد نشرحه بطرق مختلفة. يعني هذا يعود إلى الوعي في حد ذاته. إلى لما أقول الوعي أنا طبعا أضيف عليه ثقافة الإنسان، اندماجه في الحياة، اندماجه في العلاقات. ما هو في الأخير الإنسان هو عبارة عن شبكة من المعلومات. لا يستطيع أن يكون رؤية عن أمر معين في الحياة من دون ذلك. ممكن يا أستاذ، 100%. نعم، تفضل دكتور قاسم، تفضل. لكن عفوا، اسمح لي فقط أنه أقول أيضا أنه ماري وورنوك لا تقترح إجابات نهائية. لا توجد إجابات نهائية أو حلول نهائية أو صياغة نهائية لأي حالة من الحالات في التذكر. هي تحرك وعينا نحو تعقيد التجربة التذكرية بوصفها لحظة مركبة معقدة جدا جدا. أستطيع أن أجيب هنا أنه طبيعي أن لا إجابات نهائية. نعم. المسائل، هذه المسألة، مسألة الذاكرة، مسألة الإبداع، مسألة الوعي، هي مسائل إنسانية، ولذلك لا إجابات نهائية على الإنسان بطبيعته وشخصيته. دائما نحن دائمو التفكير بالإنسان، بهذا المخلوق المعقد وبوجوده على الأرض، بما يطرحه دائما من تحديات لما يحيط به وبتعاطيه مع التحديات التي تفرض عليه. وطبعا عملية اللغة لا يمكن فصلها عن الفكر. اللغة هي مجموعة رموز، بس هي وسيلة الفكر إلى التواصل مع الآخر. ولذلك سيختلف تعبير كل إنسان حول قضية واحدة. لكل منا أن يعبر بطريقته، بأسلوبه، بلغته، وهذه اللغة حمالة لما في داخله من أفكار، ولما في أعماقه من مشاعر، لما في عقله من تخيل. كل هذه العناصر تتداخل في حال محاولة إيجاد الإجابة عن وضعية معينة أو عن إشكالية معينة. نعم. عفوا. نعم. نعم. عفوا وأيضا قاسم. سأعود إليك دكتور قاسم. طبعا وأيضا وورنوك تقدم تصورا معقدا للذاكرة، ليس بوصفها أرشيفا زمنيا، بل بوصفها آلية دينامية للوعي تبنى عليها الذات المفكرة، وتجعلها أيضا قادرة على تأويل الحاضر من خلال التواطؤ مع الماضي. أيضا تظهر أن إدراك الحاضر ذاته لا ينفصل عن تمثلاته المتراكمة في الذاكرة، ولا عن صورة الخيال التي تشكل وعينا بالزمن والكينونة. أعتقد كله ينصهر في كله. تفضل دكتور قاسم.
شكرا جزيلا. طبعا الذاكرة كما تعرف الحالة الإنسانية تتلون بطبيعة الإنسان، بمزاجه، بوضعه الاجتماعي. يعني كما نعرف أنه يعني القمر في عند السعيد، عند يعني ممكن يروح يراه في وجه الحبيب. يعني القمر يمكن يراه الجائع رغيف خبز. يعني قصدي انه حالة الانسان، وضعه النفسي، العواطف، الانفعالات، الثقافة، اللغة تؤثر كثير. الحقيقة هي حقيقة اللغة، نسى الناس انها كذلك كما قال نيتشه. طبعا ورنوك تحدثت عن مراحل الذاكرة. الذاكرة قصيرة المدى، ذاكرة الومضة كما أشرت، الذاكرة الحسية البصرية ممكن تظل ثواني فقط، ثم الذاكرة المتوسطة إلى يعني سنوات، ثم تختفي، ثم ذاكرة طويلة المدى منذ الطفولة، يعني منذ الخطام حتى آخر لحظة بالحياة. طبعا هي لا تختفي، هي في اللاوعي كما هو عند فرويد. يعني الأنا والهي والأنا الأعلى، يعني في اللاوعي تختفي، يعني ثم تظهر كما أشرت في سؤالك في الله. هي ميزت بين الذاكرة الإرادية عند مثلا آه، الزمن الضائع، بروست. آه، فيه البحث عن هو الزمن الضائع، الذاكرة الإرادية اللي واحد يحاول أن يتذكر ما الذي حدث في الماضي صعب جدا. لكن في لحظة من اللحظات ممكن رائحة وردة، أو يعني خاطرة مثلا، أو شاهد شيء يذكره بالماضي، ممكن تحضر الذاكرة ويعيد بنائها ويعيد لحظتها كما هي. طبعا هي الذاكرة مستحيل جدا أن تعاد كما هي في الواقع، لأنه أصلا هي ذاكرة اللغة، هي رمزية خاصة. الأشياء اختفت، يعني الأشياء اختفت. يعني ما عندنا في الثقافة العربية يعني متى يتطابق ما في الأذهان مع ما في الأعيان؟ صعب جدا. يعني نعم. ما يحصلش إنه الأشياء هي ما نتذكرها، نتذكر فقط طب ما فهمنا منها، ما تذكرنا منها، يعني ما ممكن أن أثر فينا. طبعا تحدث برتراند راسل عن الألفة وقوة الانفعال. يعني إلى أي مدى مثلا نحن نعرف أن الأشياء الأليمة جدا والأشياء السارة جدا هي التي تبقى في الذاكرة. نعم، خليني أسأل، إلى أي مدى يمكن الوثوق بالذاكرة كوسيط معرفي؟ لكن قبل الإجابة على سؤالي هذا، نعم. خلينا الآن نفتح يمكن النقاش للحاضرين الطلبة والأساتذة، حتى يشاركونا النقاش بمداخلات. أو الأستاذ مراد، تفضل. مساء الخير. ايوه، أهلا، مساء الخير، تفضل. ازيك؟ أهلا، مساء النور، أهلا وسهلا، معايا. تفضل. مرة. الحقيقه كان في حاجات فعلا انا اذكرها، ولكن تم ذكرها في المجموعه دي، في الذكر يعني في وسط الحديث. لكن يعني انا شايف ان هي ال- ال- الذاكره عموما هي اداء مستمر مش سرد، وهي عمليه ديناميكيه طبعا، ومش ارشيف ثابت. هي بتعيد تشكيل نفسها مع كل استدعاء. نعم. جميل. تفضل، تفضل. تمام. أعتقد أن إلحاح الذاكرة هو من يشكل الإبداع يعني. وبرضه هي بتأثر بشكل أو بآخر على طريقة تقبلنا أو معرفتنا للأمور. مثال زي ما كنا أو زي ما لقيت في الأدب العربي القديم، إن أحد الشيوخ اعتقد أن قد قرب رمضان بسبب أن في خصلة شعر بيضاء نزلت على عينه. ده كان في كتاب الأغاني على ما أعتقد. ونجد دوت برضو بيتكرر تاني في جزئيات زي الأدب الفرعوني، رسائل الفلاح الفصيح إلى فرعون بخصوص أرضه. إنه فرعون لما وجد إنه لديه من الفصاحة والبلاغة، انتظر عليه حتى كتب 7 أو 9 رسائل كلها بتحكي نفس الموضوع. إذا هنا الذاكرة عامل مهم جدا في الأمر ده، وهي اللي بتحدد إزاي بنتحرك معاها طبعا. بالتالي بعتبر الفن هنا هو مختبر للذاكرة دي، حيث تقاس الهوية مش بالشكل العام قد ما احنا ازاي بنتذكر الامر او الشيء ده. طبعا الامر ده مش هو جوهر افكار وورنك بحث يعني، ولكن هو بيعيد تعريف الذاكرة كفن حي.
حيث أن الماضي لا يموت، بس هو دايما بيتحول إلى أداء مستمر. وطبعا ده دايما بيخلق أسئلة زي هل الأخلاق كموازنة هي ما بين ما نحمله من ماضي وما بين ما نعيشه الآن؟ وإيه اللي بيحصل لما بتتحول الذكريات إلى أداء؟ وكمان جميل. أحيانا الأداء ده لا يكرر نفسه. يعني طبعا. ومن هنا أوصل بقى للسؤال الأخير: هو إحنا فعلا نستحق أن نرى ذواتنا بوضوح دون مواجهة ذاكرتنا نفسها يعني، أم لا؟ فهو برضو ده تم ذكره إن هي لم تترك الأمر نعم، هي أسئلة إلا فلسفية جميلة فقط. جدا أستاذ مراد، يعني نحتاج عمر حتى نجيب أو نحلل ذلك. أنا أشكرك. خليني أذهب إلى الدكتور علي الشوابكة، تفضل. أسعد الله مساءكم. مرحبا. وعليكم السلام. شكرا لك وللضيوف الكرام بما أمتعونا بالحدود المعرفية الجميلة حول الذاكرة وكيف هذه الذاكرة. باعتقادي أن الذاكرة هي الحياة كاملة، كما أن قيم أو قيمة الإنسان الفرد أينما كان ما يحدد قيمته ذاكرته فردية أو جمعية. وإنما نذهب إلى التاريخ العربي الإسلامي ونلتقي بمشهد ذكر في لا أعلم وين، بس هو مر معنا بلعب يزيد بن معاوية الشطرنج مع رفيقه على قارعة الطريق في ذهابه إلى مكة. فمر بهم أعرابي صاحب الإبل أو راعي الإبل، وباللهجة البدوية راعي البل. فاقترب منهما وهما يلعبان، وكان حوله طبعا من الجيش ما كان أو الحرس. فاقترب منهما فحدثه يزيد: ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: لا شيء. من أخبار العرب؟ لا شيء. لا شيء، زيرو، بمعنى الذاكرة صفر. فكانت إجابة يزيد لمن كان يلاعبه بالشطرنج أن قال له: شاهك فليس معنا أحد، أو شاهك فليس معنا أحد. إنما أستذكر هذه القصة على مسامعكم أنها الذاكرة تحدد قيمة الإنسان في واقعه ومجتمعه، بما يرتبط بالحالة الإبداعية. والحديث عن الذاكرة كذاكرة فيزيائيا أو عمليات عقلية تنشط في الذهن أو في العقل أو في البيولوجيا بالدماغ، فهي يعني أعتقد حديثا أنه ليس ثمة فصل، بل تكاملية متكاملة بين الذواكر أو الذاكرة المنطقية أينما كانت موجودة في يسار الدماغ، أو الذاكرة الإبداعية، أو اللوزة التي هي مسؤولة عن رغباتنا ومشاعرنا اللي هي موجودة بين منطقة البصر والسمع. طبعا هذا حديث بيولوجي عن عمليات التفكير، كيف يكون هذا التفكير. نعم. في الحقيقة ما في شيء اسمه ذاكرة فلسفيا. ما في ذاكرة. احنا اخترعنا هذا الاسم، كما نحن اخترعنا كلمة زمن لكي نضع محددات للذاكرة. أحد الفلاسفة يقول: ما في زمن، في حركة الشمس. كان الكون كله يقوم على حركة الشمس. هذا كان إذا إنما هي وهناك، عفوا أستاذ، يعني أنت تقول أنه ما فيش ذاكرة، يعني هل هناك معرفة؟ يعني في ما فيش فعل. ذاكرة في فهم ومعرفة يعني. اوكي، طبعا في انسان في حياة متكاملة، هي تسمية منا احنا. انا مم. مقتنع تماما بان الانسان هو الاقدر. ممكن نجي بعد 100 سنة وواحد يسميها اسم ثانية، مش ذاكرة. صحيح، يعني أتفق معك. الذكاء الاصطناعي بدأ يتفوق علينا في موضوع الذاكرة، نعم، بل صحيح بل صحيح. بل يروعنا بذلك. حتى لا نطيل دكتور، حتى حتى أستطيع لا أن نطيل، أختم أعطي. نعم. أختم أختم بآخر نقطة. وإن كنت حاب إني أمد شوي، لكن أختم بأنه المدرسة الطبيعية عند ستانسلافسكي في التمثيل
وهذا جانب إبداعي، اعتمد ما يسمى بالذاكرة الانفعالية، والتي قد تطرق إليها الأخوة. الذاكرة الانفعالية توجد الإنسان العادي جدا موجودة، فيبكي بسرعة وإلى آخره، لكن هي عند الفنان وجوبا يجب أن تكون موجودة في المدرسة الطبيعية. فلا بد من استذكار فعل أو حدث تم معه لكي يقوم بإلصاقه بحدث مجازي آخر، وهذا ما يصنعه الشعراء. الحديث طويل، لكن يبدو أنه الظرف الزمني وظرف الذاكرة نعم. الزمني لا يسمح لي بالاستطالة. السلام عليكم، شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور علي شوابك. الأستاذ أمين اليافعي، تفضل. مساء الخير، أستاذة ودكتورة سهيلة، شكرا لكم، شكرا لدار الكتب على هذه المحاضرة القيمة. يعني مداخلات على أعلى مستوى. كان هناك تشريح لكتاب الفيلسوفة البريطانية من زوايا مختلفة ومتكاملة، وقد استمتعنا واستفدنا فيها كثيرا. ربما مداخلتي وسأطرح في صددها عدد من الأسئلة هي تشير إلى أو تعتمد على العمل الكبير للفيلسوف الفرنسي بول ريكيور، اللي يتحدث عن علاقة الذاكرة بالنسيان. وهو تحدث عن نوعين من الذاكرة: الذاكرة باعتبارها مخزن الماضي، والذاكرة باعتبارها فن. ف ف- في كيف نمارس على الذاكرة مثلا لعبة النسيان، أو كيف نحاول أن نأخذ جانب من الذاكرة أو مخزون الذاكرة أو محتوى الذاكرة إلى طي النسيان، ومتى ومتى بيكون مفيد، ومتى يكون لا مفيد، ليس مفيدا. فالذاكرة بما هي فن الماضي، يجب أن نمارس عليها دائما النسيان، خصوصا عند المحطات التي تكون مؤلمة، المحطات التي تكون إشكالية، على عكس الذاكرة التي تكون فن، لأنها عمليات عقلية تساعدنا في المعرفة، في التحليل. يعني حتى في اعتمادة الذكاء البشري، الاي كيو القديم، يعني كان يعتمد على أنه الإنسان الذي لديه قدرة على استذكار المعلومات وتحليلها بطريقة سريعة. كانت كل الأسئلة هي تأتي في هذا الصدد. الآن نحن نواجه مشكلتين، يعني مشكلة عالمية ومشكلة تتعلق في الوطن العربي. أشار الدكتور غاسم أيضا إلى فكرة الفوكو، ما يتعلق السلطة، وما يتعلق أن السلطات كيف تحاول أن تفرض مسارات على الذاكرة، بحيث ما الذي على المجموعة البشرية أن تنساه، وما الذي أن تتذكره. هنا ممكن نتحدث عن وظيفة الذاكرة أيضا في التطور الفردي، التطور الجماعي، وكيف يمكن للمؤسسات التعليمية، مؤسسات التنشئة، أن تساعد الإنسان، بناء الإنسان، في كيف أن يستخدم هذه ما يمكن أن نسميها استراتيجية هيكلة الذاكرة. بمعنى متى يمارس عليها النسيان الصحي، ومتى لا يمارس عليها النسيان، معنى أنها الذاكرة مهمة في مجال التعليم. لكن كما قال الدكتور، الآن الذاكرة ال- ما نعتبرها الذاكرة الصحية، الذاكرة اللي تتعلق بالتعلم، سرعة التعلم والذكاء وما إلى ذلك، أصبحت الآن مهددة بالذكاء الصناعي، مهددة بشكل صحيح. كبير. المشكلة الثانية أيضا أنه في العالم العربي للأسف الشديد، نتيجة، لا أدري، هناك مشكلة كبيرة، هناك تفعيل للذاكرة السلبية المتعلقة بالأحداث السيئة في الماضي. ما زلنا نتذكر أحداث من 1400 سنة، بينما لا نستخدم هذه الذاكرة بشكل الكفاءة والجودة فيما يتعلق بالمعرفة والتعلم. يعني هذه أحد النقط، وهذه ليست أصبحت كمان، ما أعتقد أنها مشكلة عربية. مع صعود الأحزاب اليمينية الآن في العالم، أصبحت التركيز على الجانب السلبي في الماضي باعتبارها هي أفق الأمة. يعني نعم. يستخدموا مخزون الذاكرة السلبي لإعادة إحياء الفكرة القومية بشكلها الفاشي، بشكلها المتطرف. هذه آه، أحد الإشكاليات والأسئلة حول نعم. الذاكرة، وظيفتها، وكيف يمكن استخدامها بشكل شكرا جيد. شكرا شكرا لكم، شكرا أستاذ تحياتي. أمين. فيها مداخلة أخيرة للأستاذة ناجية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم الصوت واضح؟ السلام. نعم، نعم. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. أحييكم السلام. جميعا على هذه المحاضرة أو الندوة القيمة بصراحة، التي استفدنا منها الكثير. طبعا كانت عن الذاكرة. بالنسبة للذاكرة، تعد هي عنصر مهم وعنصر جوهري في تشكيل الهوية. أنا كنعرف نفسي، هويتي يجب أن تكون عندي ذاكرة. إذا انفصلت الذاكرة فلا يجب أن تكون، بمعنى يعني ليس لي هوية. كيف تكون لي هوية وأنا فاقد الذاكرة؟
كذلك كما ترى ماري أن الذاكرة والخيال هو مرتبطان مع بعضهما البعض. إذن الذاكرة مرتبطة بالسنوات التي مضت. وعندما تكلموا الدكاترة أو الأساتذة ارتبطوا بالذاكرة بالذكاء الاصطناعي، هم يقولون بأنه ذكاء اصطناعي. هل الذكاء الاصطناعي عنده ذاكرة؟ حتى ولو كانت لديه ذاكرة ستبقى ذاكرة اصطناعية وليس ذاكرة مثل ذاكرة البشر. احنا ذاكرتنا ذاكرة فطرية موجودة من عند الإله. سؤالي: هل نستطيع أن نفصل الذاكرة عن الشعور بالاستمرارية الزمنية الذاتية؟ هل نستطيع ذلك؟ كذلك السؤال الثاني: أين توجد الذاكرة في جسم الإنسان؟ أين موقعها؟ وشكرا وبارك الله فيكم جميعا. شكرا سيدة نجية، وهي أسئلة عميقة أعتقد أنها تحتاج إلى ساعات أخرى. أنا أعتذر منكم جميعا، وعلينا أن ننهي هذا النقاش المفيد المميز. وصراحة يعني المداخلات كلها كانت يعني فلسفية، وأدخلتنا أيضا في أسئلة فرعية أخرى تماما. أعتقد أنه هذا العمل لا يقدم أطروحة مغلقة، بل يفتح أفقا نقديا للتفكير فيما نعده حقيقة ماضية، ويحفزنا على مساءلة آليات تشكل الوعي والتجربة. وهو في هذا السياق دعوة للمثقف المعاصر في إعادة النظر في أدواته الإدراكية والتأويلية، وإلى إدراك أن الذاكرة ليست فقط ما نملكه، بل ما يملكنا أيضا، ويعيد تشكيلنا باستمرار. شكرا للجميع، على أن نلتقي قريبا جدا في ندوة نقاشية أخرى. سلام للجميع. يعني ما في فرصة؟ أنا ممكن أضيف 10 دقائق أخرى لو أنتم بتحبوا، في وقت عندكم يا وقت. ريت يا ريت يكون في ماشي. 10 والله دقائق. موجودين طيب. موجودين مستمتعين طيب كمان. أسئلة مهمة جدا والله. أنا بالنسبة لي ذكر اسمي في الأسئلة. طيب ذكرني اتفضلوا. أنا أمين أضيف 10 اليافعي. دقائق 10 دقائق فقط. تفضلوا. أولا أنا أحيي المتداخلين، الدكتورة ناجي الشوط والأستاذ أمين اليافعي والدكتور علي الشوبكة والدكتور مراد. أحييكم، وهي مداخلات فقط إشارات بسيطة جدا. أنتم عمقتوا المعنى، عمقتوا النقاش في إطار الذاكرة. الذاكرة طبعا متسعة جدا ومهمة. أخطر شيء، أعتقد أخطر شيء إذا انعدمت الذاكرة انعدمت الحياة. طبعا الدكتور أمين اليافعي حدثنا عن بيركر، هو أهم فكر طبعا، أهم من أوروب، أهم منها طبعا. هو بعدها كتب كتاب التاريخ والذاكرة والنسيان، أو الذاكرة والتاريخ والنسيان. أعتقد فعلا يا أستاذة زهيرة لم نتحدث عن النسيان. النسيان مهم جدا، حتى صحيح. في كتاب لا، هو يعني بصراحة دكتور نحن لم نتحدث عن نقاط كثيرة لأنه الوقت ضيق، والكتاب يحتاج إلى ساعات من النقاش. تفضل. ما النسيان؟ طبعا البعض يرى أنه النسيان هو مرض في الذاكرة، النسيان نقص في الذاكرة أو سلب في الذاكرة. البعض يرى أنه النسيان هو مطهر الذاكرة. لولا النسيان لاختنقنا بالذكريات. يعني صعب الإنسان لا يستطيع أن يتذكر كل ما حدث له في اليوم الواحد، يعني كل شيء مستحيل. يعني الذاكرة ممكن تنفجر من كثرة الأحداث والمواقف لهذا السبب النسيان هو نعمة. يعني إذا لم يستطع الناس أن ينسوا الآلام، المواقف الصعبة، يستحيل الحياة، يعني يستحيل أن يناموا. يعني الإنسان لو إذا لم يستطع النسيان، ما الذي حدث له في حياته؟ يعني في آلام، يعني مثلا فقدان الأحبة، آه، أيضا التعذيب، الاضطهاد، الحاجات اللي هتحصل المروعة جدا في السجون إذا لم ننساها. النسيان طبعا هو يا أستاذ أمين أحيانا يحصل النسيان للأسف الشديد. يفرض النسيان، يفرض. الدكتور مرحبا دكتور محمد، يا أهلا أهلا، أهلا أخيرا بك. ما أهلا نورت. وسهلا. الله يا يسلمك، أهلا الله بيك. يبارك فيك. قصدي إنه النسيان نعم. هو إيجابي جدا طبعا، إيجابي جدا عند نيتشه مثلا، عند فوكو،
لكن هو أحيانا قسري، الإنسان قسري، يعني الإنسان قسري، يعني في القوة أو علاقات الهيمنة تفرض على الناس ما يجي بالنسيان. في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة جدا ممنوع تذكرها. أنت قبل قليل كنت تتحدث عن الفقد، عن النسيان، عن التذكر. الإنسان ما يهمه مكان الفكرة أو مكان الشيء، بقدر ما يهمه هو لماذا هو حزين، لماذا يتذكر. بالمناسبة، علينا أن نفرق بين النسيان والتناسي. لا يوجد إنسان بقواه العقلية وبصحته ينسى، لا أحد ينسى. نحن نتناسى، أو نحن نرمي الفكرة، نحطها يمكن في صندوق أسود ونخرجها نتجاهل. عندما نريد. سؤال الأستاذ نجية مهم جدا جدا. أين توجد الذاكرة؟ في جسم دكتورة. الإنسان، في نعم. مشاعره، في وعيه، في ثقافته. لأنه الكتاب روحي، فلسفي، معنوي، ولا يتحدث عن الجزئيات المادية بقدر ما هو ده تم يتحدث. ذكره في أول الكتاب. ايه تفضل. نعم. دكتورة هناك ربط يعني، والدكتور قاسم يعني أهم مني في هذه المسألة، أنه ثمة ربط أكيد ما بين الذاكرة وما بين الدماغ. الدماغ هو الجزء العضوي، والذاكرة هي إحدى بالضبط. تماثلات عمل العقل. يا سلام. وتتحدثين الآن عن العواطف، حتى يعني العلوم الحديثة تتحدث أنه الإنسان إذا يحب يشعر أنه قلبه يخفق أو غير ذلك. هذه أوامر تأتي من الدماغ. فالدماغ هو أصل كل هذه المعطيات ويتحكم بها، سواء كانت الذكرى عاطفية أو فكرية أو عقلانية أو حادثة أو غير ذلك. ولكن أيضا من شروط التذكر الوعي. الإنسان غير الواعي لا يستطيع أن يتذكر. بالضبط. صحيح. نتحدث مثلا عن إنسان، لما يكون هناك إنسان مجنون مثلا، هل هذا المجنون يتذكر؟ ما هو عنده عقل، لماذا لا يتذكر؟ المجنون لا يتذكر، المجنون لا يعي، المجنون لا ربما يفهم. يكون المجنون، بيتذكر لكن ليس لديه وعي. أيوة. فهذه نقطة مهمة أيضا، نقطة فلسفية، ويمكن الدكتور قاسم يستطيع أن يناقشنا في ذلك. تفضل دكتور قاسم. شكرا. أعتقد هي وظائف الدماغ طبعا الآن العلوم العصبية، علوم الدماغ تطورت بشكل كبير جدا إلى درجة إنه يعني كثير من الأشياء والمشاعر والانفعالات هي يقال إنه هي مسؤولية الدماغ. يعني مسؤولية، يعني مثلا حينما تتعطل القشرة الدماغية، يعني مثلا مثلا ما يسمى بالليش الجهاز العصبي الشوكي، إذا خرب الجهاز الشوكي بسبب الحمى المرتفعة، يعني يفقد الإنسان الإحساسات كلها. يعني صحيح. أنا أعرف شخص يعني حصل له حمى عصبية في بالضبط. النخاع الشوكي، فقد كل الحواس، يعني عيونه مفتحة ما يرى، يعني تضربه بأي مطرقة ما يحس، تكلمه ما يسمع. يعني لهذا السبب أعتقد أنه الهرمونات مثلا، هرمونات لو سمحت السعادة، دكتور. هرمونات السعادة، هرمونات الحب، في هرمونات في الدماغ مسؤولة عن العواطف والانفعالات. وأنا طبعا أترك الفرصة لصديقنا الدكتور أمجد توفيق. الموت السريري قد كمان، ذكرت الكاتبة هذا ظاهرة جزء الموت في أول السريري الكتاب بالفعل. الذي يكون القلب فيه ما زال يعمل ويشتغل، ولكن الإنسان. والدماغ جميل. وبوري كيوري يقول أن المريض يكرر ولا يتذكر. السلام عليكم. حلو. تفضل دكتور. لو أستاذ. سمحتي سهيلة. تفضل أستاذ أمجد، تفضل. واقع الحال في الكتاب ذاكر هذا الموضوع بشكل واضح، موضوع الدماغ والعقل، وتنتهي إلى نتيجة ما معناه أن الأحداث الدماغية والأحداث العقلية هي واحدة، يعني شايف؟ كأنها عملة بوجهين. هذا ما انتهت إليه الكاتبة ورنر بعد مناقشة طويلة لقضايا تتعلق بفسلجية أو فلسفية. هذا جانب. الجانب الآخر اللي أعتقده أنه هو مهم ما أشار إلى، أعتقد أنه الأخ أمين نعم. ذكر حقيقة، هو ذكر يعني من خلال حديثنا عن الذاكرة ومفهومها الذاكرة وصورتها والسلطة. والطريقة، نعم. هذا موضوع الذاكرة والسلطة، ومحاولات هناك طريقة تشكيل ذاكرة
قصدية للجميع. كيف أن يتم هذا؟ هو ذكر تحديدا أن هناك أحداث وهناك جهود تحاول أن تنشر معلومات في محاولة لتشكيل ذاكرة جمعية تمسح الحقائق، أو ما تمسح مو الحقائق، ما موجود أو ما نحس به، في محاولة قصدية للانتهاء إلى شيء محدد. يعني بطريقة أو بأخرى وكأنه هذا جزء من مؤامرة، أن أكون بطريقة قصدية أن أوصل مجموعة من الناس إلى اعتناق مفهوم أو صورة أو جزء معين، أو في محاولة للتأثير على سلوكهم اللاحق. وأنا أعتقد هاي النقطة مهمة. نعم، هناك محاولات لصنع ذاكرة أحيانا، أو لتهديم ذاكرة، لنسيان أحداث في ذاكرة وإحلال البديل عنها. شكرا. طبعا أستاذ ماجد، يلعب الإعلام دور كبير في خلق هذه الذاكرة. الإعلام بالتواطؤ مع السلطة، يعني ليست المسألة متكئة على الذاكرة فقط، وإنما هناك إعلام موجه ينتهي إلى صنع هذه الذاكرة التي لا يريدون لها أن تموت. نعم. وهي ذاكرة سلبية وليست إيجابية في غالب الأحيان. نعم. أنا حسمح حمنح فرصة للدكتور خلدون جبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. شكرا جزيلا على هذه الندوة الفكرية الممتعة. وأنا بودي أن أسأل عن الذاكرة وعلاقتها بالأدب، وعلاقة علاقة الأدب بالتاريخ، وصدق الوقائع التي يتركها لنا النتاج الأدبي. وهذا الموضوع هو عكس ما يدونه التاريخ، تاريخ الملوك والساسة. فتاريخ الأدب أو الوقائع التي يذكرها الأديب تكون حرة أكثر مما تكون النتاجات التي يتركها المؤرخين الذين استندوا في تدوين الحوادث على آراء الملوك ومطابقة أفكار الساسة. وشكرا. بدأت أستاذة سهيلة بالحديث عن التاريخ، وأنا أسميه تاريخ موازن يكتبه الأدب، وبالتالي هذا التاريخ الموازي لا يخضع للسلطة، هو حر ويقدم وجدان الأديب وثقافته بعيدا عن أعين السلطة. ولذلك نحن نجد تاريخ مكتوب بطريقة أخرى، تاريخ أكثر واقعية وأكثر حقيقية بمعاناة الناس، وهذا ما قصدت به. طبعا التاريخ موضوعي وموثق ومؤسساتي وغير ذلك من الأمور، لكن الأدب حين يستل من التاريخ أحداث معينة ويسلط الضوء عليها مجتمعة مع المخيلة مع اللغة، فهو يقدم معطيات أخرى، وبالتالي أنا أسمي ذلك تاريخا موازيا لما تقدمه السلطة الموجهة. شكرا دكتورة. معنا محمد حسين، هذا فيلسوف ليبيا العظيم، فيلسوف ليبيا العظيم دكتور محمد حسين معيوف. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا بك أستاذة. الحقيقة سعيد جدا بحضور هذه المحاضرة، والحديث في الذاكرة حديث ليس بسيط. الإنسان بحكم الظروف وحكم حتى الأوبئة والأمراض التي يتعرض لها يعمل جاهدا على بناء ذاكرة. فاللقاحات الطبية التي تعطى للجسم البشري مثل علاج أمراض الجدري والعلاجات القديمة كانت تبني في ذاكرة. من أخذ العلاج في صغره يبني في جسمه ذاكرة لم تكن موجودة. والعلاقة بين الذاكرة والعقل سؤال قديم وسؤال حديث. في كتاب الأستاذ تيرنس ديكون الذي نشر أخيرا يتحدث عن اللغة والإنسان والرمز. يسأل كما أشار الأستاذ الذي تحدث قبل من العراق سؤال مهم جدا: أين نجد العقل؟ يتكون عقل معين وتتكون رؤية معينة، لكن السؤال أين نجد العقل؟ أيضا الحديث الذي سمعته عن الأستاذة ماري وورنك، هذه الفيلسوفة الوجودية الإنجليزية، هذا كله عندما كلفها المجلس العموم البريطاني
بتتبع الدراسات على الأطفال في سن صغيرة اللي هم الأجنة، وكتبت تقريرها وكان سؤاله الرئيسي question of the life، يعني سؤال عن الحياة. فالحقيقة موضوع شيق جدا وموضوع مهم جدا. وأقول دائما أن من أسوأ الأشياء ألا تمتلك الشعوب ذاكرة، وخصوصا في منطقتنا العربية. هل شعوبنا العربية تمتلك ذاكرة؟ أيضا إشارة الأستاذ الأخيرة الآن بخصوص الذاكرة في الأدب، من أوضح الأمثلة على الذاكرة في الأدب هي قصة الأديب العالمي كافكا، من ذاكرته كتب أدبه. لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم، سعيد جدا 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 بهذه المحاضرة. وأنا أستاذ في جامعة بني غازي، تخصصي فلسفة علوم. لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم جميعا، وسعيدة بكم جدا جدا، وأشكركم طبعا اسما، والشكر أيضا للدكتور قاسم المحبشي والدكتورة هدى عيد والأستاذ أمجد توفيق. شكرا جزيلا لكل المداخلات المفيدة، ونلتقيكم قريبا في قراءة لكتاب جديد. سلام للجميع. شكرا لكم، وشكرا للبروف قاسم المحبشي ولكل الزملاء الذين شاركوا في هذه الندوة القيمة. شكرا لك أستاذ صديقي العزيز، يعطيكم العافية جميعا. شكرا، مع ألف سلامة. سعيدة كانت. فرصة طيبة.